دعاء لو قُلته ربنا هيفرّج هَمّك وهيفُك كربك وهيكون سبب سعدك في الدنيا، وبسببه ربنا هيبعت لك اللي يسدد عنك دينك. بس قبل ما أقول لكم الدعاء ده، عايزة كل واحد فيكم يصلّي على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهاطبطب على قلب كل واحد تعبان وموجوع ومهموم ومكسور. هاقول لك ما تزعلش، لو الدنيا جات عليك بزيادة ما تزعلش، لمّا تلاقي حياتك واقفة ومش عارف تاخد خطوة لقدّام صدّقني ما تزعلش أبدًا، لو حياتك كلّها مشاكل مش لاقي لها أي حل، والله أنا عارفة إن الحياة بقت صعبة ومليانة مشاكل وضغوط ومش عارفين نلاقيها منين والّا منين، من الشغل والّا من البيت والّا من العيال والّا. أنا عارفة، هنقول إيه بس؟ استنى، استنى أنت هتيأس والّا إيه؟ استنى أنا هاقول لك تقول إيه، قُل الحمد لله وما تزعلش، عارف ما تزعلش ليه؟ عشان دلوقتي هاقول لك على الحل، الحل السهل البسيط اللي ما ياخدش منك 5 دقايق في اليوم، بس أول ما هتعمله هتلاقي بعده انفراجة وخير وبركة وسعادة في حياتك عمرك ما كنت تتخيلها، ده مش كلامي، ده كلام نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما لقى رجل من الأنصار يقال له أبو إمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا إمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد بغير وقت الصلاة؟ قال: هموم الدنيا لزمتني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضي عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو إمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وغمي وقضي عني ديني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء بسيط وسهل ما ياخدش منك دقيقتين الصبح ودقيقتين قبل المغرب، بس فيه سر عظيم يزحلك همك وغمك وييسر لك أمرك ويجيب لك الأسباب والأشخاص اللي يساعدوك في تسديد دينك وقضاء حاجتك. النبي يقول لي عايز إيه تاني؟ قُل لي فيه إيه أسهل من كده؟ دعاء يتقال بعد الفجر وقبل صلاة المغرب، بس المهم إنك تبقى على يقين إن رب الأسباب هيهيأ لك كل الأسباب اللي تسعد لك قلبك وتحقق لك كل اللي نفسك فيه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، قولوا آمين يا رب العالمين. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الأجر والثواب، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، هدية محمود.